الواحد بقى مستغرب ومستعجب من الاعلام اليومين دول، ليه دايما بنحشر النادي الاهلي في جمله مفيده، وليه دايما عاوزين يعني نبين او نبروز اي مشكله بتحصل في الاهلي، بالرغم من انك بتسيب اصل الموضوع وتيجي تتكلم في الفرع. الكابتن خالد الغندور اللي مش عارف امام عاشور مزعله في ايه، يعني مش فاهم في ايه مزعلك قوي ليه كده، انا مش فاهم. الكابتن خالد الغندور، الكابتن هاني حتحوت، الكابتن ابراهيم عبد الجواد، دول كلهم زعلانين ومتضايقين. امبارح الاثنين في الاستوديو هاني حتحوت وخالد الغندور، والنهارده برضه في الراديو ابراهيم عبد الجواد بيتكلموا في نفس الموضوع. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ايه يا جدعان في ايه؟ مروان حمدي عمل وسوى واعتذر. هو ليه النادي الاهلي مش قابل اعتذار مروان حمدي؟ وليه قبل اعتذار امام عاشور؟ يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت دي مش زي دي ويا عم زيها، انا حر في الاخر اقبل اللي اقبله وما اقبلش اللي ما اقبلوش، يعني انا حر. الكابتن خالد الغندور ده اول واحد كان بيهاجم الاهلي لما جاب امام عاشور، واول واحد قال لك ازاي الاهلي يتنازل والمبادئ وازاي يسامحه. دلوقتي هو اللي بيقول لك انت ليه ما بتسامحش مروان حمدي؟ يعني انا اسامح مش عاجبك، ما سامحش مش عاجبك، امسك حقي مش عاجبك، لا سايب الدنيا كلها وما بصش وما ركزش وما قالش ليه الاتحاد او لجنه التخطيط عفوا لجنه الانضباط ليه ما طبقتش الغرامه او العقوبه على مروان. لا 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 ما ينفعش اتكلم في الكلام ده، انا ما ينفعش، لازم انا اقول الاهلي ليه ما قبلش. يعني انت ما اتكلمتش في انه تعاقب او ما تعاقبش، لا جاي تتكلم في كذا. طب ليه ما اتكلمتش ان نادي بيراميدز المفروض انه يعاقب اللاعب بتاعه اللي خرج عن النص ايا كان حتى لو اعتذر؟ ليه النادي ما يعاقبوش؟ لا ما ينفعش اتكلم على ده، انا ما ينفعش اقول الكلام ده يا جماعه، لا 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 اقول كده، لا ما ينفعش. لكن هو نفس الكابتن خالد الغندور اللي طالع بيدينا نصايح وطلع دلوقتي زعلان قوي ومتضايق وبيوضح او عايز يبين ان النادي الاهلي هو بتاع التعصب، النادي الاهلي هو اللي ما بيسامحش او بيسامح بمزاجه ومش ما بيسامح بمزاجه والمبادئ متغيره. يا عم انا ما عنديش مبادئ، انت بقى مبادئك فين لما امام عاشور عمل كده جوه نادي الزمالك؟ وهنا في فرق. هتقول لي يا عم برضه مروان شتم امام، هنا لما قال السباب ده هو اصلا سباب بيتقال باستمرار من نادي الزمالك او من لاعيبه نادي الزمالك ومن بعض الجماهير نادي الزمالك، وهو قالوا وسط يعني كان معاه بتاع 5 6 7 من اللعيبه الصغيرين وقالوا كلهم، فاللاعب قال وسط الموضوع ده، وبعد كده لما عرف ان ده غلط وبتاع ورجع اعتذر وهو في الزمالك وهو لابس التيشيرت الزمالك تمام. لكن ده واحد سب وعمل بدون اي حاجه، بدون ما تجيب في سيرته، هو كده وخلاص انا طالع اسبك وخلاص. اي نعم اعتذر، بس انت وقتها خلينا نرجع تاني لموضوع امام مع الزمالك، كنت انت يا كابتن خالد موجود على قناه الزمالك، فاكر قلت ايه ولا مش فاكر؟ فاكر لما طلعت تدافع باستماته عن امام عاشور لما صدر ضده العقوبه من لجنه الانضباط وقتها، وازاي وده لاعب موجود ودي غرفه الملابس وملهاش دعوه بالملعب ومش عارف ايه وفيديو مسرب، وبقيت تدافع باستماته عنه، بالرغم من انك المفروض تخرج كنادي او تقول انت كمتحدث باسم النادي بتاع لازما اداره الزمالك تنفذ عقوبه ضده وتتخذ عقوبه عشان خاطر كذا وكذا وكذا وضد المتعاقبين وضد يعني المتسببين في الموضوع ده كله. لكن ده ما بيحصلش. النادي الاهلي لما بيحصل فيه حاجه بيتعاقب او بيعاقب اللاعب بتاعه اول باول. واسال حتى يا عم كهربا لما جه وحمل زي ما انت ذكرت كده، قلت كهربا ما هو عمل وسوى، كهربا ما شتمش جمهور الاهلي، كهربا ما شتمش حد من جوه، انت طالع تقول كلام ما حصلش. كهربا ممكن يكون خرج عن نظام الاهلي، في فرق كبير من خروجك عن النظام، فرق كبير من انك تطلع تشتم وتهين الكيان او الجمهور او مسؤولين، ده في فرق رهيب. لكن انك تحشر كهربا وتحشر امام في الموضوع وان دي مش زي دي ومش عارف ايه وللاهلي بيكيل بمكيالين، وعايز في الاخر توصل من حلقتك ان الاهلي ما عندوش مبادئ. يا عم انا ما عنديش مبادئ، انا مش بتاع مبادئ، انا راجل متلون. انت بقى مبادئك فين؟ اذكر لي موقف ولا اتنين بيبين فيهم مبادئك، لكن انا اذكر لك كتير قوي، اذكر لك يعني من هنا للصبح. وتعالى قول لي بقى الفرق ما بين امام عاشور لما كان موجود في الزمالك وهو دلوقتي في الاهلي، ايه الفرق؟ اكيد باين للكل واكيد عارف. لكن انا ليا مواقف كتير، ليا لعيبه كنت بص خلاص عملت وسوت ورا ظهري ورميتها، مواقف كبيره جدا النادي الاهلي مبادئه بتبان فيها. لكن انت مبادئك بانت فين؟ بانت فين؟ والاستاذ هاني حتحوت بقى اللي طالع يقول لك يعني مروان حمدي ما هو ممكن في يوم من الايام
ايام يجي النادي الاهلي والامور بتتغير ومش عارفه ايه، ما سامحوه راضيوا. يا عم إيه؟ يا جدعان انتوا في ايه؟ دي مالها ودي مالها. يا عم لو جه في يوم من الايام النادي الاهلي عادي هشجعه، انا هشجعه مش مشكله، لكن انك انت دلوقتي تطلع تربط دي بدي وعايز في الاخر توصل لنفس النقطه الا وهي ان الاهلي ما عندوش مبادئ، الاهلي بيغير مبادئه، الاهلي بيعمل وبيسوي، والاهلي هو التعصب. وايه يعني لاعب هن لاعب؟ يا عم مفيش مشكله، ما يهنيه، يعني لاعب بيهني لاعب يهنيه بينه وبين نفسه، لكن يحترم جمهوره الموجود. واللاعب احترم جمهوره وطلع اعتذر وقال لك يا جماعه معلش ومسح الحاله والكلام ده كله. حضرتك زعلان ليه؟ هنا المشكله، انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي مضايقكم؟ ده امر يخص النادي بس، لكن الكل يطلع بالطريقه البشعه دي وكله طالع زي ما تكون في جريمه حصلت والاهلي هو السبب، بالرغم ان مفيش واحد فيهم اتكلم. هو ليه لجنه الانضباط ما عاقبتش اللاعب؟ هو ليه اداره بيراميدز ما عاقبتش لاعبها؟ هو ليه لسه بيلعب لحد دلوقتي بدون عقوبه؟ مش حد اتكلم في الموضوع ده، لان برضو لو اتكلموا اكيد في لعيبه في الزمالك هي كمان المفروض تتعاقب، ومدربهم المفروض مدرب الزمالك يتعاقب هو كمان، وده كله متلصق عليه. فطبعا مش عاوزين نفتح في المواضيع دي، احنا عاوزين بس نقول ونشاور الاهلي وحش، صح ولا لا؟ تنساش يا عزيزي تقول لي رايك في التعليقات، اعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.